تفتكري ممكن نعمل صينية جبارة من غير عجين، من غير تعب؟ بصي بقى، الوصفة دي هتغير مفاهيمك عن الأكل. طبقات من التوست وسقعة لحمة وبحر من الجبنة السايحة، هتطلع من الفرن ريحتها تقلب البيت، وطعمها هيخلي كل اللي دقها يسأل انتي جايبة الأكلة دي من مطعم إيه؟ هنبدأ بأول حاجة. في طاسة على النار حطيت شوية زيت، نزلت عليهم بتوم مفروم وبصل مفروم، شوحتهم شوية ونزلت نص كيلو لحمة مفرومة وبهارات مشكلة وفلفل أسود وبابريكا ورشة ملح، وقلبت لحد ما استوت. بعدين حطيت معلقة معجون طماطم وطماطماية مبشورة وسبتها تتسبك حلو. في نفس الوقت جهزت بدنجان مقطع مكعبات وقليته في القلاية الهوائية، ومعاه بطاطس برضو مقطعة ومقلية، ومعاهم فلفل أخضر برضو متقطع صغير. نيجي للتجميع. في صينية مدهونة رصيت طبقة توست أبيض من غير الحواف، دهنتها بمسحة خفيفة من البشاميل، فوقها شرايح جبنة، وبعدين الحشوة اللي حضرناها كلها نوزعها كويس. نرش جبنة موتزاريلا، وبعدين طبقة توست تانية، نغطي البشاميل وجبنة موتزاريلا تاني، وندخلها الفرن تتحمر وتسيح وتطلع بالشكل ده. شايفة الجبنة وهي سايحة؟ دي مش أكلة، دي حالة حب. جربيها واعمليها في العزومات وهتدعيلي. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك علشان يوصل لك كل جديد، واستنيني في وصفة تانية هتخليكي